يا مساء الورد، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. مباراه يا جماعه الاهلي والمصري اللي انتهت ب 4-2 لصالح النادي الاهلي. المباراه يا جماعه فيها تفاصيل كتيره جدا، واتلعبت على جزئيات صغيره كده، واتلعبت على تفاصيل صغيره. طب دلوقتي يا جماعه انيس بوجلبان لعب ازاي؟ لعب على المهاجم الخطير اللي عنده جون ابوكا، هيرميها على رامي ربيعه. لاعب سريع جدا ولاعب مهاري ولاعب بيعرف يلعب في المساحه وبيحضر على كورته كويس جدا، وخصوصا ان الاهلي معاه ثنائيه زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ده اللي فكر فيه انيس بوجلبان. ابطا حاجه في الاهلي اللي هي الثنائيه دي، ربيعه وياسر ابراهيم، ونقطه ضعف واضحه جدا. ده اللي خلى ساعتها يرمي ايبوكا على رامي ربيعه. طبعا يا جماعه الماتش ده اتلعب على جزئيتين، جزء في وجود رامي ربيعه وجزء بعد خروج رامي ربيعه. ربنا يشفيه قبل اي حاجه رامي ربيعه. بس يا جماعه نقطه تحول النادي الاهلي الايجابيه جدا جدا هي كانت خروج رامي ربيعه، واللي بيحب رامي ربيعه ما يزعلش مننا. نقطه تحول النادي الاهلي جت فعلا لما رامي ربيعه اتصاب وخرج. كانت افضل حاجه للنادي الاهلي في المباراه دي ان رامي ربيعه يخرج، وكان يا ريت برضه ياسر ابراهيم. بس نقطه القوه بتاعت الاهلي ان ربيعه لما خرج قدر ساعتها الاهلي يلعب صح، وده اللي هنقوله بعد شويه. طب الاهلي في وجود رامي ربيعه وياسر ابراهيم كان شكله عامل ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي على ارض الملعب. يلا بينا. انت عايزك بس توصل على ربيعه دلوقتي. لما الكره تيجي لايبوكا، بدل ما يضغط سابه، لما العب كده دلوقتي الثانيه 20 لسه ما جابتش دقيقه. كوكا بيحل على كريم مصري، هيتقطع منه من كوكا. بس يا جماعه شورت باص للمصري عشان يوصل الكوره لايبوكا. بص بقى ربيعه مع ايبوكا، هيستلم هيسيبه. فين ربيعه؟ ساب، خلاه يعمل الكروس، الكوره جت في القائم. ده الاهلي في وجود رامي ربيعه، بدل ما يضغط سابه. طب معانا ايه تاني في ظل وجود رامي ربيعه؟ يلا عمالك كده الكوره مع هاني، هنلعب طوليه. بص يا جماعه كده التحولات بتاعت المصري هيطلعوا بالكوره ازاي. شورت باص لغايه برضو يديها لايبوكا، ايبوكا برضو مع ربيعه، ربيعه ملوش دعوه بيه، بيوصله. هيعمل برضو العرضيه عادي جدا. ده الاهلي في وجود رامي ربيعه. طب معانا ايه تاني دلوقتي يا كباتن؟ ده هدف الجول، ده الجول بتاع النادي المصري. طب جه ازاي؟ نبدا من اوله. كده هنتكلم على الشناوي. الشناوي يا جماعه دلوقتي لا بيعرف بقى يصد، ولا بيعرف يطلع بالكوره، ولا بيعرف يلعب برجله كويس جدا. طب هو حارس الاهلي ليه؟ خليه حارس تاني يا عم، بلاش حارس اول. دلوقتي يا جماعه في العرف الكوره دلوقتي لازم حارس المرمى يكون عنده فوتور بتاعه كويس، وبيعرف يلعب برجليه كويس جدا عشان يقدر يلعب مع السكواد اللي موجود مع النادي الاهلي دلوقتي. لكن الشناوي كل حاجه لوش، وده اللي بيخلي الكره التانيه بتروح للخصم. طب الجول الاول بتاع صلاح محسن، سيبك من الكوارث الدفاعيه الاهلي بتاعت ربيعه وياسر ابراهيم، هي بدات من الاول من الشناوي. تعالوا نبص يا جماعه كده، هي بقى الجول بتاع المصري بتاع صلاح محسن الاول بدا ازاي؟ بدايه من الشناوي اللي بيلوش الكره هتيجي لامام عاشور. هو امام عاشور بتديله الكره في الهواء يا راجل؟ اديله في رجليه وهو يتصرف. لكن تديله الكره في الهواء، تديله الكره في الهواء وعايز تتصرف من امام عاشور؟ خلى ايه الكره الثانيه تيجي للمصري، هيعمل ايه؟ يطلع بيعرف يتدرج بالكره كويس جدا، وعرف يطلع شورت باص. في الاخر الجول جه. في الاول والاخر كان سبب مين؟ الشناوي طبعا، بالربيعه بياسر. وده اللي نشوفه دلوقتي على ارض الملعب. يلا بينا كده. الشناوي بيلوش كالعاده. بص ايه امام عاشور فين؟ طبيعي هتضيع. بص بقى التدرج بالكره للمصري، يلعبوا بالراحه كده، بيطلعوا بالكره كويس جدا جدا عكس النادي الاهلي. شورت باص. بص بقى مرحله البيلد اب بتطلع ازاي، ومرحله التطوير بتطلع ازاي. بص الفيصل هيلعبها في ظهر كوكا ليبوكا. بص يا جماعه كده في الربيعه مش موجود، اتلعبت ياسر صنم واقف، كره جول، لازم تيجي جول. ياسر ابراهيم واقف صنم، ياسر مبطل كوره، هو مبطل كوره بيلعب الاهلي مش عارف، هو بطل كوره مع رامي ربيعه مع الشناوي، معاك ثلاثه مودين الاهلي في 60 داهيه. ده الاهلي في وجود رامي ربيعه. فالشناوي بيلعب الكره الطوليه، بتاثر عليك، بتيجي عليك تحولات عشان الاهلي مش بتاع الكره الثانيه. المصري خد الكره الثانيه ولعب تدرج بالكره كويس جدا، وراح
عمل تطوير عن طريق فيصل، لعبها لإيبوكا، اتلعبت صح، واقف صنم طبعا ياسر، الكوره اتلعبت جت جول. ده طبيعي عشان الاهلي بيلعب بربيعه والشناوي وياسر ابراهيم طبعا. طيب معانا ايه تاني؟ طب دلوقتي يا كباتن خلاص الجزئيه التانيه ده في خروج، بعد خروج رامي ربيعه، بعد خروج رامي ربيعه الاهلي لعب صح. يعني الاهلي اضطر يلعب صح لما رامي ربيعه الحمد لله خرج بره الملعب، ربنا يشفيه. لما خرج بره الملعب اضطر عماد النحاس يعمل ايه؟ ينزل العش اللي هو اشول، هيبقى ايه في ظهر كوكا، والعش هيبقى هيلعب على جون ايبوكا، على جون ايبوكا اللي ما عرفش يغطيه رامي ربيعه. لكن لو ربيعه ما كانش اتصاب كان النحاس ما كانش خرج ربيعه ولا خرج ياسر. كان نفس النحاس يعمل التغيير ده، حتى لو ما اتصابش رامي ربيعه كان خرج ياسر ابراهيم وخلى ربيعه مكانه او حد منهم يخرج، بس الاثنين الملعب ما يستحملش ربيعه وياسر ابراهيم. فلما العش نزل دلوقتي بقى في ظهر كوكا، غطى المنطقه اللي في ظهر كوكا، وقف صح مع جون ايبوكا. طيب تعال نشوف دلوقتي الاهلي بعد ما اتطور ونقطه القوه للاهلي بعد ما خرج رامي ربيعه. دلوقتي بقى احنا قلنا الاهلي في وجود رامي ربيعه كان شكله عامل ازاي. تعال بقى نشوف رامي ربيعه او الاهلي بعد خروج رامي ربيعه ونزول العش كان شكله عامل ازاي. يلا على الملعب كده. دلوقتي يا كباتن الكوره دلوقتي مع محمود جاد، الكوره دلوقتي مع محمود جاد هيلعب الطوليه. خد بالك دلوقتي العش بقى مع ايبوكا لما النحاس فهم، وبعد خروج رامي ربيعه الافضل جدا للنادي الاهلي بقى العش بقى خلاص مع ايبوكا. الكوره هتتلعب دلوقتي، ايبوكا هيحضن ويستلم ويسلم كويس جدا. لما يستلم ويسلم هيروح للمساحه اللي هو بيروح لها، برضو العش معاه. خد بالك مع العش بس كده مش الملعب كده. دلوقتي جاد هيلعب الطوليه، بس يا جماعه دلوقتي هتيجي الايبوكا ومعاه العش هيحضن ويستلم ويسلم، هيروح في المساحه. بص العش معاه، الكوره راحت فين؟ قطعها العش. ده الشغل الصح لما العب صح، ده الشغل الصح. هقفل دفاعاتي كويس جدا، هدي بقى عندي السكواد الفظيع الله اكبر اللي عندي هيعرف يخلص لي. لكن انا ما اعتمدش بس ان الهجوم بس وعندي دفاع وحارس مرمى، لا حول ولا قوه. فلازم بقى العب صح. ده الاهلي بعد خروج رامي ربيعه. طب تعال نشوف الثاني ايه تاني كده بعد خروج رامي ربيعه ونزول العش. تعال نكمل كده. دلوقتي كمان الكوره اوت اهي، باهر يلعبها. بص يا جماعه مين ساعد مع العش؟ بن شرقي. بقى خلاص في بلوكات، خلاص المنطقه اللي كانت فاضيه جدا جدا في وجود رامي ربيعه بقى خلاص في بلوكات. وبن شرقي اول مره في حياته ينزل يلعب يعمل الواجب الدفاعي، ساعد العش. طب معانا ايه تاني؟ دلوقتي كمان الكوره دي دلوقتي لما الاهلي احرز التعادل، خلاص لما قفلت كويس ورا كده قدرت الاهلي بقى عنده ارتياحيه ويطلع لقدام ويجي يحرز الهدف. امام عاشور دلوقتي يا جماعه النتيجه 1-1. ايبوكا دلوقتي ساب دلوقتي العش، قرف من العش اللي ماسكه خلاص زي يدله عامل بلوكات عليه، جه ناحيه اليمين. جه لمين؟ لياسر ابراهيم. وطبعا جه لياسر ابراهيم، ياسر ما بيقولش لا، ياسر بيرحب بكل ضيوف، انتوا فاهمين يعني. جه لياسر ابراهيم اللي بطل كوره. طب لما جه لياسر ابراهيم عادي جدا عدي. تعال الملعب كده. دلوقتي يا جماعه ايبوكا دلوقتي هيجي ناحيه اليمين. بصوا يا جماعه المصري برده شورت باص، طلعوا بالكوره كويس جدا النادي المصري بصراحه. بص ايبوكا جه فين؟ مع ياسر ابراهيم هيضحك عليه غفله. بص عمل هجمه مرتده خطيره جدا وانفراد لولا كوكا اللي وقف في الوقت الصح جدا وطلع الكوره هنا. فايبوكا خلاص العش زهقه، جه من الشمال لليمين، الدنيا اتقفت، الدنيا اتلعبت صح. ده كله بعد خروج رامي ربيعه. والله. طيب معانا ايه تاني؟ يلا نكمل كده. دلوقتي كابتن برضو العش لما قفل برضو على جون ايبوكا، كوره مع الاهلي مع هاني. للاسف اللي هاني بيعمل ميس باص كتير جدا في الماتش. لما اتردد كان شكل الاهلي والعش وايبوكا عامل ازاي. يلا الملعب كده. كوره مع هاني ميس باص كالعاده، هيطلعوا بالكوره برده كويس جدا لقيت المصري. بص مع فيصل ايبوكا بقى والعش. بص ايبوكا العش هتروح فين؟ خد معاه فاول وزهق، قال لي يا عم روح في 60 هيبقى خنقتني. عمل معاه فاول. اذا يا جماعه العش خامه كويسه جدا وخامه حلوه ولاعب سريع، ولما تحطه مساك مع حد لا لاعب هيقرف في المهاجم ده. عايزين نقول ايه من ده كله؟ من ده كله الشناوي وياسر ابراهيم ورامي ربيعه 3 الملعب والله ما يستحملهم. ويا جماعه ال3 دول الملعب مش هيستحملهم. ما ينفعش الاهلي يبقى عنده السكواد ده كله ومعاك برضو الشناوي وياسر ابراهيم وربيعه، ما ينفعش. العائل اللي كان فيهم اشرف داري، وداري بيتصاب كتير.
فانا دلوقتي لازم اجيب قلبين دفاع، لازم لازم لازم. ما ينفعش اروح كاس عالم الانديه برامي ربيعه وياسر ابراهيم والشناوي. اديك شفت يا جماعه ماتش مهم زي ده في وقت مهم، حسم بطوله دوري عام، وده منظر ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. قلت لكم الاهلي في وجود رامي ربيعه وخروج رامي ربيعه، بس الفتره الجايه الاهلي لازم يقوي المنطقه الدفاعيه بتاعته. طب يا كباتن، كده خلصت حلقتنا النهارده، وده كلامي ليك وتحياتي ليك يا صديقي. شكرا، سلام عليكم.